الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على قضاء حوائجنا. النهارده ان شاء الله جاي اتكلم باذن الله عن موضوع الدنيا كلها بتتكلم عنه والناس بتتكلم عنه، ان هو يوم 20 وثوره ومش ثوره ولازم نعمله ثوره. ثوره ايه يا جماعه؟ ما ينفعش الكلام ده خالص، وما ينفعش يعني الوضع اللي احنا فيه ما ينفعش فيه ثوره. اي ثوره او اي حاجه هترجعنا ورا تاني. احنا بنصدقوا نطلعوا خطوه لقدام، والحمد لله يعني احنا احسن من دول كتير. يعني ثورة ايه اللي انتوا بتتكلموا فيها اساسا؟ ثورة ايه؟ اي حد بيحب البلد دي وبيخاف عليها عمره ما يقول لك ثورة ولا ثورة ولا ما ثوروش. حتى يعني مثلا لو مش اللي مش بيأيد الرئيس السيسي ما ينفعش يقول لك ثورة. ليه؟ لان انت ثورة كده بتدمر البلد اكتر ما هي متدمرة. يعني انت لو هتبص للدول العربية كلها زي ما اتكلمت في حلقة قبل كده، مفيش غير مصر هي الدولة الوحيدة اللي واقفة على حيلها وماسكة نفسها. ف ثورة ايه؟ مش شايفين ايه اللي حصل في الدول العربية كلها؟ ها؟ يعني الحمد لله احنا الدولة الوحيدة اللي فيها جيش قوي وماسكة نفسها. هم عايزين يوقعونا. اديكوا شايفين من ناحية ليبيا، الحدود الليبية الدنيا عاملة ازاي؟ تركيا واردوغان واقفين على تكة. تبص من ناحية سينا في دواعش وميليشيات بيحاربوا في الجيش. فهم دلوقتي هم فاضل لهم، هم عايزين يوقعوا مصر. فايه خطتهم؟ هم واقفين فاضل لهم نقطة واحدة بس عشان يوقعوا مصر. ايه هي؟ ان هي تحصل مشاكل داخليه وتحصل كعبله. ده يحصل ممكن بقى تلاقي من ليبيا، وتلاقي من سينا، انت وصدق اثيوبيا كمل، تلاقي الدنيا. يعني انت لو هتبص لها واي حد خايف على البلد دي، بص الثوره هتأدي بينا اللي ممكن تأدي بينا لايه. الناس اللي بتتكلم في الثوره وثوره ثوره ايه دي؟ هم يعني هم عايزينها اساسا. يعني كل اللي بيدعم الثوره ده وتابع الثوره ناس ما بيحبوش البلد. يعني هم عايزين يوقعوا مصر. هم فاضل لهم نقطة واحدة بس، تحصل ثورة أو مشاكل داخلية، تبقى البلد متكعبلة والجيش والشرطة متكعبلين مع الشعب، والشعب بيضرب في الجيش والشرطة، والشرطة بتضرب في الجيش في الشعب، بينتهزوا اللحظة دي. شكرا، هم كده وقعوا مصر. فاحنا أرجو إن احنا ما نقولهمش ده، نكونوا كده يعني ناس إيه بتفهم. يعني ما ينفعش يا جماعة ثورات خالص، ما ينفعش. الثورة هترجعنا ورا. واحنا الحمد لله دلوقتي عندنا جيش قوي وجيش متسلح باحسن الاسلحه. الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا يعني ربنا يبارك له. يعني ظابط الجيش ظابطه حلو. اي نعم في غلاء في المعيشه وفي دنيا، بس احنا لو هنبصوا احسن من غيرنا. بص الدول العربيه عامله ازاي حوالين مننا. مفيش دولة. بص سوريا ولا لبنان ولا فلسطين ولا العراق، هما عاملين خطة. في حلقة ان شاء الله هتكلم فيها قريب عن برتقالات حكماء صهيونية. يعني ده مخطط يهودي ماسوني ان هما يقضوا على الشرق الاوسط وعلى العرب وعلى الاسلام. مخططاتهم من ضمن المخططات دي كان ان هم يحتلوا من النيل للفضاء. بس لما لقوا المخططات بتاعتهم اتكشفت عكسوها، خلوها منين؟ من الفضاء للنيل. لا ابتدوا بقى يتسلوا واحده واحده. مصر هي الجايزه الكبرى بتاعتهم، الحصاد بتاعهم. خلاص مصر وقعت، خلاص الشرق الاوسط بقى ايه؟ استولوا عليه بكل ما فيه. وطبعا احنا نبص لو تركيا واردوغان كل ده مع الامريكان واليهود من تحت الترابيزه. هو يعني هو بيقول لك انا بقى ضدهم وبعاديهم ومع الاسلام. اللي بيعملوا ده كده ما فيهوش يعني ولا اسلام ولا هرب ناحيه الاسلام. الاسلام ما بيقولش كده خالص. الاسلام بيقول لك ولا تقتل شجره ولا تقتل نساء ولا تقتل طفل. ده الاسلام. انما يعني الاردوغان ده بيعملوا كده باين قوي، باين قوي ان هو تخطيط يهودي امريكاني صهيوني من تحت الترابيزه. فاحنا مش عايزين ندوهم فرصه لده. انت ثوره، هم فاضل لهم، هم مستنيينها تحصل مشاكل داخليه وتحصل كعبله. هتلاقي نفسك وقعت خلاص كده. الدنيا اتكعبلت جوه، الدنيا بايظه. هتلاقي ممكن اردوغان بيدي دخل ايه بيدي، تلاقي اثيوبيا كملوا صد النهضه بتاعهم، واحنا في النص عمالين نخبط في بعض. وثوره ومعيشه وغلاء ومش غلاء. اي نعم الدنيا غاليه والدنيا مولعه، بس نستحمله.
الحمد لله احنا احسن من غيرنا بكتير. يعني بعد كده احنا لو هتحصل ثوره ولا هتحصل حاجه، ولا هيبقى في غلاء ولا هيبقى في بلد ولا هيبقى في اي حاجه، نبقى عاملين شبه الدول التانيه اخواتنا اللي احنا قلت لازم نبقى كلنا نساعد بعض، لان احنا كلنا اخوات وكلنا عرب، لازم نبقى ايد واحده. والله لو اتحدنا وبقينا ايد واحده هنهدوهم وهنسودوا العالم. هم مش عايزين ده، هم قسمونا لدول عربيه وعملوا لنا حدود عشان يعرفوا يتسلوا علينا واحد ورا التاني، واحنا الباقيين بنتفرجوا لحد ما يجي علينا الدور. فما ينفعش، لازم كلنا نتكاتفوا نبقوا كلنا مع بعض. وانا بوجه رساله لكل شاب مصري بيحب بلده وخايف عليها وخايف على اهل بيته وخايف على جيشه. ما ينفعش تنزل تعمل ثوره في الوقت الحالي. معنى اللي انت تنزل تعمل ثوره وانت كده مش بتحب البلد ولا بتخاف على البلد. اي نعم البلد فيها غلاء وفيها حاجات كتير قوي مش يعني الشعب مش حاببها او الشعب رافضها، بس احنا بنقوله معلش احنا الحمد لله ان احنا ماسكين نفسنا بنفسنا. بعد كده بقى ولا هيبقى في معيشه ولا هيبقى في اي حاجه خالص، هنتدمروا خالص، وهم ده اللي هم عايزينه. فاحنا عايزين نفوق لنفسنا. مفيش يا جماعه حد ينزل يعمل ثوره يا جماعه، ثوره ايه؟ ما ينفعش. اتمنى صوتي يوصل لكل الشباب وتشيروا الفيديو ده عشان كله يسمع ويعرف الحقيقه ايه. وان شاء الله انتظروني، يعني لسه في حاجات كتير عايز اتكلم فيها في الشرق الاوسط وغزه المتوسط، بس ربنا يسهل واحده واحده. واتمنى تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس. وكان معكم اخوكم محمد خميس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.